السلام عليكم. للعلم تأثير كبير في عالمنا، إذ أن له القدرة على تفسير معظم الظواهر الكونية والطبيعية، ولكن رغم ذلك لا زالت توجد ظواهر خارقة لم يتمكن العلماء من وضع تفسير منطقي لها حتى الآن. لكن ذلك لا يقلل من شأن العلم، لأنه تمكن من حل الكثير من الظواهر الأخرى. إليك اليوم 4 ظواهر غامضة وغريبة عجز العلم على تفسيرها. أولا، احتراق ماري ريدز في تموز سنة 1951 حوالي الساعة 8 صباحا، وفي إحدى الشقق في ولاية فلوريدا بأمريكا. زارت آنسة السيدة ريز لإعطائها برقية، وعندما وضعت يدها على مقابض الباب المعدنية لفتحها وجدتها جد ساخنة ولم تتمكن من فتح الباب، فطلبت المساعدة من بعض العمال الذين كانوا يعملون قريبا من المكان، فاضطروا في نهاية المطاف إلى تحطيم الباب من أجل الدخول. فكانت الصدمة. عثر على ماري ريدز محترقة كليا وهي جالسة على الكرسي، حيث لم يجدوا ولو جزءا بسيطا من جسدها. يا للهول، لقد تعرضت لاحتراق كلي، في حين جميع أدواتها المنزلية وأواني المطبخ تعرضت لانصهار تام وكلي بسبب درجات الحرارة المرتفعة. ما تعرضت له هذه السيدة يسمى بالاحتراق الذاتي، وهو من بين الظواهر الأكثر غموضا في تاريخ البشرية، حيث لا يوجد له أي تفسير علمي ومنطقي يفهمه العقل ويصدقه البشر. ثانيا، بيلميز فيسز أو وجوه بيلميز. وجوه بيلميز تعتبر بين أغرب الظواهر والألغاز حتى الآن، حيث كان في قرية إسبانية تدعى بيلميز بيت صغير تملكه السيدة ماريا غوميز تعيش فيه مع زوجها وولدها، ويعد هذا المسكن المتواضع من أحرق البيوت في المنطقة، إذ يعود تاريخه إلى القرن ال19، ويقال أن المنزل تم بناؤه على أنقاض كنيسة. هذا الخبر كان دائما ما يثير قلق الساكنة. في شهر غشت سنة 1971، وبينما كانت السيدة ماريا تعد وجبة الطعام، تفاجأت بظهور صور ووجوه غريبة لأشخاص على أرض المطبخ المصنوع من الإسمنت. هذه صورة حقيقية لما شاهدته ماريا في ذلك اليوم. ظهور هذه الوجوه أثار رعب ماريا وعائلتها وكذلك كل سكان المنطقة، فظنوا أن هناك مجموعة من الأرواح تسكن منزل العائلة، خصوصا أن المنزل تم بناؤه على أنقاض كنيسة. فقام زوج ماريا بإزالة القاعدة الإسمنتية التي ظهرت عليها تلك الوجوه واستبدلها بأرضية جديدة، لكن لم يمض وقت طويل حتى ظهرت وجوه جديدة غامضة في نفس المكان على الأرضية الجديدة. سبحان الله، ما سر هذه الوجوه الغامضة؟ لكن الصدمة الكبرى كانت عندما حفر زوج ماريا أرضية المطبخ كليا لمعرفة السر وراء ظهور هذه الوجوه. لقد وجد جثتين بلا رأس، تأكد بعد تحليلها أنهما تعودان للقرن ال13. ظهرت العديد من الفرضيات حول هذه الظاهرة الغريبة، حيث قيل أن الوجوه كانت مجرد نتيجة لعوامل كيميائية تتأثر بالضوء المنعكس على ذلك النوع الكيميائي. كما انتشرت في القرية فرضية تعتبر خارقة للطبيعة تسمى الباراسيكولوجي، تم تفسيرها على أن النفس البشرية تتأثر بكل ما يحيط بها من ظواهر طبيعية تنعكس على شكل رسومات تبين الحالة النفسية للشخص. وفي بعض البحوث تم تسجيل أصوات صدرت من المطبخ، ففوجئوا بعدة أصوات تحاول الاستغاثة، لكن الفرضية قالت أن كل هذه الوجوه والأصوات ستختفي نهائيا مباشرة بعد مغادرة ماريا للمنزل أو موتها. لكن في عام 2004 توفيت ماريا في سن 85، بينما العديد من الناس الذين آمنوا بتلك الفرضية توقعوا أن الوجوه ستتوقف، إلا أنها استمرت في الظهور حتى بعد موت ماريا، لتظل لغزا عجز العلم عن تفسيره حتى يومنا هذا. ثالثا، ضربة في الرأس تحوله إلى عبقري. على الرغم من أن العلوم الطبية تؤكد لنا أن إصابات الرأس تحرق خلايا الدماغ وتتلفها كما قد تجعلنا أغبياء، لكن هذا ليس هو الحل بالنسبة لجايسون بيدجيت الذي أصبح عبقريا في الرياضيات بعد عشية وضحاها بعدما أخذ ضربة في الرأس. الغريب هو أن الرجل البالغ من العمر 31 سنة لم يكمل دراسته الجامعية ولم تكن لديه أي خلفية عن الرياضيات. القصة تقول أنه قبل 10 سنوات كانت جايسون بيدجيت يتجول في ساعات متأخرة من الليل، وبينما هو عائد إلى بيته اعترض طريقه بعض اللصوص وسرقوا سترته بعد أن أوجعوه ضربا في رأسه وجسمه بالكامل. ثم نقل الرجل إلى المستشفى، حيث كان يعاني من ارتجاج شديد في المخ واضطرابات بعد تلك اللكمات القوية على رأسه. صحيح أنه فقد سترته وأصيب بارتجاج في المخ، لكن مقابل ذلك أصبح رجلا خارقا في الرياضيات،
وهذا أمر مدهش في الحقيقة. فإذا سألتك كيف يمكن أن تصبح عبقريا وعالما رياضيا، سيلزمك بالتأكيد سنوات من الدراسة والبحث، أليس كذلك؟ لكن في الحقيقة جايسون بادجيت كان يلزمه فقط بعض ضربات على رأسه تصيبه بارتجاج في المخ. لما فتحت عيني في المستشفى رأيت معادلات رياضية وأشكال وزوايا في كل مكان، معادلة فيثاغورس، منحنيات ودوائر. هذا ما قاله جاكسون لمجلة لايف سايد. بعد هذا الحادث الغريب تم تصنيف بادجيت ضمن 40 شخصا فقط الموجودين في هذا العالم ممن أصيبوا بمتلازمة الموهوب أو متلازمة العبقري، والبعض يسميها متلازمة النطاسي، وهي حالة لم يتم تفسيرها تؤدي إلى ظهور مواهب رائعة في الرياضيات والفن والموسيقى. رابعا، التوهج الأحمر الغامض فوق المحيط الهادي. التوهج الأحمر الغامض الذي ظهر فوق المحيط الهادي يعتبر من بين أحدث الظواهر الغريبة والغامضة، حيث ذكر طيار هولندي ومساعده أنه قد شاهد رؤية غريبة تمثلت في ومضة ضوئية خاطفة وسريعة انطلقت من الأرض نحو الأعلى في أفق الطائرة عندما كانت تحلق قرب جزيرة كامتشاسكا، ثم ظهر فجأة ضوء وتوهج كثيف باللون الأحمر والبرتقالي فوق المحيط الهادي. لحسن الحظ أن هذه الظاهرة تم توثيقها بصور حصرية للطيار الهولندي، فلولا ذلك لما صدقه أحد بأنه الوحيد الذي شاهد هذا التوجه الغامض والغريب، ولم تكن طائرات أخرى تحلق في نفس المسار لتؤكد بدورها رؤية الظاهرة. وصرح الطيار أن هذا الحادث تسبب له بخوف وقلق شديدين. الغريب في الأمر هو أنه لم يكن هناك عواصف في المنطقة، لأن الطقس كان هادئا ومستقرا، مما جعل الظاهرة تفتقر لتفسير علمي واضح حتى الآن.